السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم لبنى إيدال. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في الحريرة المغربية او العروس لمائدة رمضان بطريقة مبسطة وسهلة في التحضير. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش بلي لايك ديالكم والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائدة. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير كما كتشوفوا عندي هنا 4 ديال الحبات ديال الطماطم حتى ل5، والكميه كتبقى على حساب الا بغيتو تكون الحريره حامضه او ناقصه في الحموضه. وعندي واحد الحبه ديال البصله كما شفتوا. عندي هنايا القطع ديال اللحم كيبقى اختياري، الا توفر ديروه ما توفرش بلاش. عندي هنايا القزبر والمعدنوس والكرافس، كل حاجه خديت منها شويه شويه. عندي هنايا الحمص اللي سبق ليا في الزكتوليله كامله ونقيته، وعندي العدس حتى هو درت ليه نفس الطريقه في الزكتوليله كامله. وهنايا عندي شويه ديال الشعريه كما كتشوفوا ما كثرتش. بالنسبه للتوابل عندي ملعقه كبيره من الكركم، ملعقه كبيره من الابزار، ملعقه كبيره من سكنجبير، وعندي هنايا ملعقه صغيره ما عمراش بزاف ديال الملح حيت غادا ندير ديك ضامه ديال البنه ديال البقري. وعندي هنايا ملعقه صغيره ديال السمن كما كتشوفوا. عندي هنايا ملعقه كبيره من الطماطم المركزه، وعندي هنا نص كاس ديال الزيت الروميه. بالنسبه لطريقه التحضير كما كتشوفوا خديت هذا الخلاط الكهربائي، ضفت عليه الماء. بالنسبه للكميه ديال الماء انا الصراحه ما عبرتش، وضفت عليه هنايا الطماطم والبصله قطعتها على داك الشكل كما كتشوفوا، وطحنتهم مزيان. من بعد صفيتهم باش داك البقايا ديال الطماطم ما يبقاوش في الحريره وداك العظم ديالها. صافي وصفيتها كما قلت لكم، وزدت هنايا العدس، وغادي نزيد الكرافس والقزبر المعدنوس حتى هو والحمص. وهنايا ضفت هاد القطع ديال اللحم والزيت كما كتشوفوا. غنضيف كل شيء الا الشعريه، هي اللي ما غاداش نضيف حتى نبغي ندور الحريره، حيت كما كتعرفوا الشعريه دغيا كطيب، والحمص يعني كيبغي كيطلب واحد شويه ديال الوقت باش يطيب الحمص ما يبقاش قاصح. وهنا كنوريكم بلي انني ضفت حتى الطماطم المركزه والسمن حتى هو ضفته. صافي غادي ندير الحريره ديالي طيب ونخليها حتى يطيب ليا داك الحمص ويطيب العدس، وعاد غادي ندور الحريره. وهنا كما كتشوفوا بعد ما حطيت الحريره ديالي كطيب، هنا راه كنوريها لكم بلي انها كتغلي. صافي غادي نوجد الدقيق باش انني غادي ندور الحريره. هنا راه كنوريكم بلي انني وجدت هذاك الدقيق درته مع الماء صافي وخلطته بالفوي. صافي بعد ما طاب لي الحمص والعدس واللحم دوك القطع ديال اللحم، صافي بديت كندور في الحريره كما كتشوفوا، وضفت هذيك الشعريه حتى هي، وبديت كندور في الحريره على هذه الطريقه هذه. بالنسبه للنار حتى هي راه كتكون مجهده شويه فاش كتبغيو تدوروا الحريره باش دغيا يعني باش تعقاد ليكم، وكتبقاو مستمرين على التحراك. وإلا شفتوا الحريره ديالكم عقادت بزاف ممكن تزيدوا شويه ديال الماء يكون سخون. صافي وانتم اللي كتحكموا في يعني في الحريره، يعني واش بغيتوها تكون عاقده واش بغيتوها تكون شويه جافه. وهذا هو الشكل النهائي ديال هذه الحريره هذه. كنتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم، وما تنسونيش بلي لايك ديالكم والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب. وكنبغي نقول لكم شكرا بزاف بزاف على التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا دائما وكتفرحني وكتشجعني. شكرا لكم بزاف ولهلا يخطيكم، وكنتمنى ان شاء الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه
وبطولة العمر ان شاء الله. ودابا نخليكم نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله.